السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم هاد الحلوى ديال الكوك. كتجي زوينه وكتجي معلكه بحال هذيك الحلوى الكوك اللي كتباع في الزنقه، وبمقادير سهله وبواحد الطريقه سهله. ندوزو مباشره للمقادير. عندي كاس مع مرش سكر سنيده، حامضه محكوكه في الجهه الرقيقه، معلقه صغيره ديال الميغا ديال الحامض. اللي ما عندوش ما يديروش، يكتفي غير بالقشره الحامض. معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه، معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش يكون سائل، واحد شويه ديال الملحه اللي تاع ديال الذوق. وغادي نخلط مزيان. ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ باش تذوب لينا، ما تبقاش ما تعذبناش. وهنا واحد الكاس ناقص بجوج صباع ديال زيت المائده. كنحرك مزيان حتى كيذوب لينا السكر. غادي نزيد جوج بيضات حجم كبير ونخلط مزيان حتى كيولي ليا داكشي بحال البوماد. هنا عندي الكوك، رابعه ديال الكوك يكون مزيان جديد ورقيق. الا كان الكوك غليظ حاولوا تطحنوه باش يرقاق. هنا كاس ديال الدقيق الفورس يكون مغربل. العبار راه كله بكاس ديال العنبه، جميع العبارات راه بكاس ديال العنبه. غادي نزيد تقريبا هنا واحد ربع كاس ديال الطحين. هنا بالنسبه اللي بغاو الحلوى تكون كبيره وكتجي بحال هذه رقيقه ماشي غليظه وواقفه. اللي بغى الحلوى تكون شويه واقفه يدير كاس ونص. وبالنسبه للخميره راه درت 10 غرام، ما يعادل باكيه الخميره ديال 8 غرام والربع ديالها. هنا كتخليو شويه حتى كتماسك العجينه، راه كتكون كتلتصق شويه باليد. كدهنوا يديكم بعصير الحامض ولا بالماء. الطاوه ضروري ما تديروا فيها بابي كويسون. الحجم ديال الحلوى نتوما اللي كتحكموا فيه، بغيتوها كبيره ولا صغيره. انا درت حجم كبير. وكتحطوها في السكر كلاصي سبيسيال. الفران راه درتو كيسخن على 180 درجه سلسيوس، وكنطيبو بالمروحه في الجهه الوسطى. ها هي كيفاش كتجي الحلوى، كتجي كبيره وكامله مشقه وكتجي معلكه. حاولوا تفرقوها شويه، خليو ليسباس باش ما تلاصقش ليكم. والمذاق كيجي زوين بزاف. كتستحق التجربه بالصحه والراحه.